تخيل انك فجأة تلاقي نفسك مطارد، مهدد بالموت، وحيد في الصحراء. كل اللي كنت تعرفه، بيتك، اهلك، حياتك، كل حاجة اختفت في لحظة. ايه اللي ممكن يخلي راجل كان واحد من كبار رجال البلاط الملكي في مصر القديمة يهرب فجأة بدون اي تفسير؟ هل كان خاين ولا كان عنده سر اخطر من انه يفضل في مصر؟ القصة دي مش مجرد حكاية من التاريخ، دي واحدة من أقدم قصص الجاسوسية في العالم. قصة راجل اسمه سنوحي هرب من مصر فجأة في ظروف غامضة وعاش في وسط الأعداء، لكنه في النهاية رجع واتكرم من الفرعون نفسه. ازاي ده حصل؟ وهل كان مجرد لاجئ سياسي ولا كان بيأدي مهمة سرية كأقدم جاسوس في التاريخ؟ أولا خلونا نرجع بالزمن لأكتر من 4000 سنة، تحديدا لفترة حكم الفرعون أمنمحات الأول. في الوقت ده البلاط الملكي كان مليان مسؤولين كبار ورجال دولة وقادة جيش، وكان من بينهم